أهلا وسهلا بكم. معاكم الشيف بشير من مطبخ منتجع ريتاج سلوى. راح يكون عندنا اليوم فاصوليا بيضة باللحمة المفرومة. طريقة الطبخ: بصل ثوم يتحطوا على النار مع الملح والكزبرة الناشفة، الفلفل الأسود، الفلفل المطحون الأحمر والكركم، وأهم شيء هو زيت زيتون. بعدين ناخذ الطماطم العصير والشطة الحمراء ونجيب اللحمة المفرومة نخليها كويس، بيصير عندنا مزيج. بعدين بنزود المية، في الآخر بنحط الفاصوليا البيضة عشان هي مستوية. بعدين الفلفل هيتحط آخر شيء، شوية مقدونس على الزينة. كده بعد نصف ساعة هتصير معانا الطبخة جاهزة. لحين الطبخة صارت جاهزة، بالهنا والشفا.